قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة زهرة الندى. في حدود الساعة 11 ليلة كان الكل قاعد في غرفة المعيشة وهم مشغلين الدفاية، وكان الكل قاعد في صمت غريب وهم بيشربوا النبيذ. قالت أمينة بهمس الأفنان: بنتي يا أفنان، هما ساكتين كده ليه؟ وبعدين هو عشان النهارده رأس السنة فهيصة بقى وشرب للصبح ولا إيه؟ أفنان برفعت حاجب: ده بيت مشروب وقار كده لرجال الأعمال وسيدات الأعمال، وما فيش فيه نسبة مخدر عالية، بس لو حد تقل في الشرب فيه بيكون شبه سكران، لكن مش قوي. أمينة بتفهم. بس انت مجاوبتينيش برضو، هما ساكتين كده ليه؟ أفنان بصت لكل بتعجب صمتهم ده فقالت: والله يا اختي معرفش، بس أكيد في مغزى في الصمت ده. أمينة وهي بتتوب بنوم: يا اختي السكوت ده مخليني عاوزة أنام موت. ضحكت أفنان عليها وجت فجأة عينيها على سيف اللي عيونه ما اترفعتش من عليها من أول ما قعد وعمال بيشرب بشراهة. فقال عمر بتعجب: ما تهدى شوية على نفسك يا عم سيف، احنا لسه في أول السهرة وانت مش مبطل شرب وكده هتسكر. سيف ببرود: يا ريت تخليك في حالك. بص له عمر برفعت حاجب وبص التليفون بحيرة على البنت اللي بعتت له في الصباح اللي شغل عقله وباله. فقال لنفسه: يا ترى مين البنت دي وتعرفني منين؟ فتح عمر تليفونه وجاب شات البنت ولقاها بعتله رسالة: كل سنة وانت طيب، بتمنى السنة الجديدة تحقق كل أحلامك. فبعت لها عمر: وانت طيبة وبتمنى تحقق انت كمان كل أحلامك. فلقاها بعتت له: انت كل أحلامي يا عمر. بص عمر للرسالة باستغراب وقفل الشات ومستغرب نفسه قوي، فهو ليه لسه مكمل كلام مع البنت دي وهو لسه لحد دلوقتي معرفش حتى اسمها؟ كانت أمينة الفضول هيموتها. قالت فجأة للكل: وانا ممكن أسأل سؤال فضولي؟ بص لها الكل بانتباه فقالت: حرية. سؤال ايه ده يا أمينة؟ أمينة بفضول وحرج: هو انتوا ليه قاعدين ساكتين كده؟ ده روتين يعني بيتعمل في يوم زي ده ولا ايه؟ ضحك الكل عليها بشدة وأفنان بصت لها برفة حاجب. فقال عاصم بضحك: مش روتين ولا حاجة يا أمينة، بس احنا يمكن ساكتين عشان مفيش كلام نقوله بس. أمينة بطفولية: مش مهم الكلام، طب ايه رأيكم نلعب لعبة بدل الملل ده؟ طارة بسخرية: لعبة ايه دي بقى ان شاء الله؟ أمينة بحماس: هقول لكم نختار واحد بس من اللي قاعدين يكتب كلام او اسم فيلم او اسم مسلسل ونحطه في بولة كبيرة وبالترتيب، كل واحد ياخد ورقة ويمثل المكتوب فيها واللي يعرف اللي قاله يقول. ايه رأيكم؟ حورية بنفس الحماس: لعبة جميلة قوي، انا معاكي. فقال الكل ما عدا سيف بحماس: وانا معاكي. فقال سيف بملل: انا ماليش في اللعب ده، العب انتوا وانا هتفرج. طارة بدلع: ليه بس يا سيف؟ العب معانا عشان خاطري. فجأة قامت أفنان وهي بتجز على سنانها بغيرة وغيظ: اه يا سيف، بلاش تزعل طارة، دي قالت عشان خاطري يا راجل. ابتسم سيف باستمتاع وهو شايف الغيرة في عين أفنان، فحط باستفزاز ايده على ايد طارة بابتسامة: خلاص هلعب عشان خاطرك يا توتو. ابتسمت طارة بسعادة وقالت أفنان لنفسها بغيظ: توتو يا ابن الورمة. كان اسماعيل بيبص لبنته بفرحة بانها قدرت تقرب سيف منها، بس برضه اسماعيل ما كانش مرتاح للي اسمها أفنان، وبالذات بعد ما شاف نظراتها ناحية سيف. فكتبت حرية هي الورق وفضلوا يلعبوا بحماس لحد ما جه الدور على سيف. فقرأ سيف الورقة بتعجب شديد من اللي مكتوب وابتسم بحيرة: ودي بقى همثلها ازاي ان شاء الله؟ لا مش هعرف امثلها دي خالص. أمينة بتعجب: وايه اللي طالع لك في الورقة؟ تعالي شوف انتي. قامت أمينة بتعجب وقفت جنب سيف بتقرأ الورقة. فجأة ضحكت أمينة من اللي مكتوب وقربت منه وفضلت تشرح له ازاي هيمثل الكلام بهمس عشان ما حدش يسمعه، لكن كان آدم بيتابعهم بضيق شديد وهو شايف قرب أمينة من سيف ليها للدرجة دي، وابتسامتها وهي بتبصله وبتهمس له من قرب. فخلصت أمينة شرح سيف وراحت تاني قعدت مكانها وجت عينها فجأة على آدم واستغربت لما لقيت آدم بيبص لها بغضب مالي عينه. فقالت لنفسها باستمتاع: حاسك بدأت تغير يا دومة، يا رب اشوفك مولع كده اكتر يا حب في نار الغيرة وفي نار عشق يا دومة. فقال سيف بحرج: بص انا فهمت منها بالعافية وعلى الله بس تفهموني، وفي البداية كده ده فيلم ومن كلمة واحدة، يا عم ما تحرقهاش ولا مثلها بقى. بص سيف بغيظ وبدأ سيف يمثل اسم الفيلم زي ما شرحت أمينة بالظبط، وكل حد يقول كلمة وتطلع غلط. ففضلت أفنان مركزة مع إشارته. فجأة قال بصوت عالي بحماس: بحبك. بصلها كل بصدمة بين ابتسم سيف في تلذذ من سماع الكلمة، فاحمر وش أفنان بشدة وهي بتبص حواليها: أقصد اسم الفيلم بحبك اللي هو بطولة تامر حسني وهنا الزاهد. وبعدين بصت لسيف ارتباك: صح هو؟ بص سيف لعينيها بخبز ولف الورقة وقال لها: صح هو. اتنهدت أفنان براحة وهي بتبص لسيف اللي كان لسه باصص لعينيها بعشق، وما خدوش بالهم ان كل اللي قاعدين عينيهم عليهم ما عدا الاخوات اللي كانوا فاهمين سر النظرات دي. فبسرعة خدت بالها أمينة من نظرات الكل ليهم، فقالت بسرعة: خلاص ما فاضلش إلا دقيقة على بداية السنة الجديدة. انتبه الكل حتى أفنان وسيف لكلام أمينة وبص بسرعة للساعة. فبصت أفنان مجددا لسيف عشان تشوفه مازال يبصلها
وهو بيشرب في كاسه. قامت طارة وقالت بحماس: طب يلا يا جماعة نعد العدد التنازلي لبداية السنة. وقامت كل بابتسامة، وجم الخدم وما معاهم مضارب الزينة، قفلوا كل الأنوار وكان المكان بيمتلئ بالظلام. وفضلوا يعدوا العدد التنازلي من 10 لحد 1، 6، 7، 8، 9، 10. كانت أفنان بتقف في الآخر بعيد عنهم شوية وهو بيتابع حماسهم بهدوء. كان سيف بيقف خلفها وهي مش واخدة بالها، وكان عمال يشرب من كاسه وكان شبه سكران في قلب سكر. انت ملكانة وبس يا أفنان. وفجأة قرب سيف من أفنان وشدها نحوه بسكر وبسها من خدها بجراءة. بعدت أفنان ضربته بالقلم بصدمة: انت مجنون! وجريت أفنان بسرعة. ولما جريت أفنان اتفتحت الأنوار. لما خلصوا عد سابها سيف بغضب وراح ورا أفنان. أما عند أفنان كانت أفنان رايحة لأوضتها بغضب شديد من اللي سيف عمله. فجأة لقت اللي ماسكها وزقها للحيطة وحوتها بغضب شديد: أنا بتضربيني بالقلم يا أفنان؟ أفنان بغضب: ده اللي يستاهلوا واحد وقح زيك. انت ايه اللي عملته ده؟ انت انسان سافل وقليل الادب يا سيف، وانا ما عادش هسكت لك لما تتعدى حدودك تاني والله العظيم. فجأة قرب منها سيف قوي وقال بحده وهو بيبص لعينيها: بجد؟ طب احنا فيها اهو. ايه هتعملي لي ايه دلوقتي؟ ولا انت كلام وبس؟ امتلت الدموع في عين افنان وهم باصين لعيون بعض. فقالت افنان: تعوز مني ايه يا سيف؟ ما قلت لك 1000 مره سيبني في حالي بقى يا ابن الالفي. سيف دي حالك وحالك ده يعجب حد يا مرات ابويا؟ اي حال بتتكلم عنه يا افنان؟ بس انت امتى تفوق نفسك وتعرف اللي جوايا ليكي؟ افنان بدموعها بتعلم جواب سؤالها: وايه اللي جواك ليه يا سيف؟ رفع سيف ايده يمسح دموعها بعشق مالي عيونه: اللي جوايا ليكي اني بحبك يا افنان. لا، انا بعشقك بجنون يا افنان. بصت افنان لسيف بفرحه من اعترافه بحبها، بس جه في بالها منظره هو واخواته وهما بيضربوا بعض. فجت افنان تبعده عشان تهرب من قدامه بدموع، لكن ثبتها سيف مكانها وقال برجاء: هرجوك يا افنان، قولي ان جوازك من ابويا مش حقيقي. ريح قلبي قولي انك ليا انا وبس. نزلت دموع افنان اكتر وفجاه بعدته عنها بغضب وقالت: لا والله بجد، عاوزني اريح قلبك بجد يا سيف؟ طب قولي، وانا مين يريح قلبي؟ ها، مين يا سيف؟ سيف بألم: انا مستعد اعمل اي حاجه عشانك يا افنان. افنان بدموع واحده: يبقى تبعد عني يا سيف. لو عايز بجد تعمل حاجه عشاني فارجوك ابعد عني، لاني خلاص يا ابن الالفي الفيلم انتهى والجمهور مشي وما عادش حد منتظر حاجه تاني تتشاف، واساسا ما فيش اي حاجه ما بينا. انا هفضل في حياتك بصفتي بس مرات ابوك، وانت واخواتك هتفضلوا في حياتي ولاد جوزي وبس. خلاص يا سيف. وثبته افنان ولسه هتمشي فراح سيف مسك ايديها بغضب جحيمي: ومن قالك بس ان الفيلم خلص يا افنان؟ الفيلم بجد لسه هيبتدي يا مرات ابويا، بس الفيلم ده بقى من اخراجي وتاليف انا سيف الالفي، ولازم تكون انت من ضمن المتفرجين. وشدها سيف وراه بيرجع للكل من جديد، وافنان عماله تحاول تشد ايديها منه بصدمه وهي مش عارفه هو ناوي على ايه. فجاه سابها سيف وراح ناحيه طاره اللي كانت واقفه تتصور. فجاه مسك سيف الطاره قدام الكل، فقالت طاره باستغراب: في ايه يا سيف؟ رسم سيف ابتسامه كاذبه وقال اسماعيل بيه يشرفني ان انا اطلب منك الطاره بنتك على سنه الله ورسوله. بص الكل بتفاجؤ من طرب اللي ما كانوش متوقعينه. ما مين ابتسمت طاره بسعاده لو توصف وهي بتبص لسيف بحب. فقال اسماعيل بفرحه وانتصار: طبعا موافق يا سيف يا ابني، بس الاول نشوف راي عاصم بيه. عاصم بفرحه لابنه: السؤال ده مش ليا انا يا اسماعيل بيه، المفروض نشوف راي العروسه الاول. بصت حوريه لفرحه بنتها وقالت بطيبه: ايه يا طاره، موافقه؟ طاره بسعاده: طبعا موافقه. وحضنت طاره سيف بفرحه عارمه، والكبار عمالين يباركوا لبعض بسعاده، والتلات اخوات مكتفين بابتسامه وهم مش فاهمين حاجه. فكانت افنان بتبص لسيف بدموع ماليه عينيها. رفع سيف عينيه وطاره في حضنه وبصلها بغضب مالي عيونه ولوم. تركت افنان المكان وخرجت الجنينه بوجع مالي قلبها. خرجت امينه وراها بتعجب: افنان مالك خرجتي ليه كده؟ وبعدين كملت بصدمه: افنان انت بتعيطي؟ افنان مالك يا قلبي بتعيطي كده ليه؟ افنان ببكا واختناق: انا موجوعه ومكسوره قوي يا امينه، وما بقتش طايقه اقعد هنا اكتر من كده. حاسه المكان ده قابض روحي وخانيني قوي لدرجه اني مش عارفه اتنفس. عاوزه امشي من هنا يا امينه، عاوزه ارجع البلد واللي يحصل يحصل. عاوزه ارجع لحضن امي، انا محتاجه لها قوي دلوقتي قوي يا امينه. حاسه ان الدنيا مش مبطله تكسر فيا، انا تعبت والله تعبت يا امينه. وفضلت افنان تعيط جامد في حضن امينه اللي كانت مصدومه من حاله افنان اللي اثبتت لها انها بتعشق سيف، وباللي عمله سيف دلوقتي كسر قلبها نصين. كان سيف بيتابع كل ده من عند باب الجنينه بدموع ماليه عيونه وقال: سامحيني بس لازم اعمل كده، لازم نحط حد لكل ده بقى يا افنان، وحتى لو بعشقك بجنون لكن مش هسمح لعاشق لا يأذيكي ولا يأذيني. اما في الداخل قال ادم باستغراب: مش مستغربين شويه طلب سيف الجواز من طرف واحنا عارفين متاكدين انه مش بيحبها؟ ما يمكن يا رب ربنا هديه وقرر يتجوز، ولا عاوز يعيش كمان كام سنه بيحاسب نفسه على تاني حب كسره. عمر بحده
خف يا امير شويه، وبلاش تعدي الكلام ده تاني قدام سيف، لان وقتها محدش هيمسكه عنك، وانت عارف ان سيف في الحته دي مش بيشوف حد قدامه. امير برفع حاجب: معلش يا دكتور، المفروض معاك ومع سيف نحط 1000 حد قبل ما نتكلم عشان ما نفتحش في كلام يوجع. بص ادم لعمر بتوتر وقلب حده الامير. امير اخرس بقى، فكك منه يا عمر وما تشغلش بالك بكلامه ده، وانت تعالى معايا هقول لك حاجه. وشدوا ادم بسرعه وبعده بعيد عن عمر اللي كان باصص له باستغراب. فقال لنفسه: هو امير يقصد ايه بكلامه ده؟ عند امير وادم شدوا ادم بعيد عن الكل، فبعده امير عنه وقلب غضب: ابعد عني يا ادم. ادم بحده: انت اتجننت يا امير، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا اخي كان يوم اسود لما فكرت اكسر اخوك وحكيت لك اللي حصل. امير بسخريه: وانت متعصب ليه؟ ما اللي بنتكلم عنها خلاص ماتت وشبعت موت، ايه بقى اللي يفرق لو عرف حقيقتها اللي طول السنين دي مخبيانا عنه؟ سيادتك انت وحضرة الظابط سيف. ادم بغضب: ورحمة امي يا امير لو بقك ده انفتح وحكيت نص كلمة من الكلام ده لعمر لا هكون خسرنا كلنا. كفايه ان لحد دلوقتي بتعذب بعد موته، فمش عاوزينه كمان يعيش بقى عمره غضبان من نفسه، عشان انت عارف كويس ان عمر مش بيحب حد يخدعه، ولو عارف الحقيقة فهتكون الحقيقة دي الخشبة اللي هنكسر بيها قلب اخونا، انت فاهم؟ وسابوا ادم بغش شديد ومشي. فقال امير بخبث وشغل سيجاره وقال: فاهم طبعا، فاهم يا اخويا. وفضل امير بينفخ دخان سيجارته بنظرات تمتلئ بخبث. في المنصوره في بيت مؤمن والد كيان، كان كيان واقفه في الحمام وهي بتشعر بالتوتر والخوف وهي ماسكه اختبار الحمل بارتباك وبتفتح عينيها بدهشه وقالت بصدمه: انا حامل، انا حامل من امير. وسندت كيان على الحيطه بصدمه وقالت: هعمل ايه دلوقتي؟ مش هيسيبوني احتفظ بيك في بطني لانك جاي من علاقه غلط، لكن مش هقدر اموت روح، مش هعرف انزلك ياخدوا عمره لانهم يحرموني منك، انت اخر حاجه من ابوك. انا هعمل ايه دلوقتي؟ ساعدني يا رب ساعدني. وخبت كان الاختبار كويس ومسحت دموعها وراحت خرجت من الحمام وبتتفاجئ بطليقه قدامها وهو بيبتسم بخبث وكان ساند على الحيطه بينتظرها. وقالت بغيظ: انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه جيت عشان تبين لهم قلبك الطيب بعد ما خربتها؟ ابن عمها شريف: وانا برضو اللي خربتها يا روحي، سوري يا بنت عمي، مش انت برضو اللي مصدقت انك طلقت مني وبتدوريها مع امير الفي؟ شفت بقى اخرتك، كان السبب في انك خلصتي مني، وهو السبب برضو بانك ترجعي لي يا حب الحب. كيان بحده: انت بتخرف وتقول ايه؟ انا ارجع لك انت؟ لا فوق لنفسك يا شريف، انا جيت هنا بس عشان اكون جنب بابا وماما، وانا لو كنت مدوراها زي ما بتقول كان زماني من زمان قوي هنا، وانت عارف كويس يا شريف ان كل كلامك ده كذب. مسك شريف دراعها بغضب شديد: حتى لو كذب يا محترمه تنكري ان هو كان معاك وبيجي لك البيت؟ بصيت له كان بضيق ودموع ماليه عينيها، وكل اللي بيحصل ده بسبب عشقها الامير اللي مشي وما فكرش يبص وراه لحظه. فجاه جالها صوت الاب بحده: نزل ايدك يا شريف. معاك حق بس الكلام مش كده يا ابني. سابها شريف وقلب ضيق ومكر: امال ازاي بس يا عمي؟ انت ما شوفش بتتكلم ازاي بكل وقاحه وكانها مش غلطانه واحنا الاشرار. كيان بغضب: انا ما اسمحلكش تتكلم معايا كده، انت فاهم؟ مؤمن بغضب جحيمي: كيان، انا ما مسمحش ليك تتكلمي مع ابن عمك كده، وكفايه انك بسببك غطيت راسي حتى مش هعرف اغسل عار وارتاح منك ومن قرفك. عشان كده وافقت على طلب شريف ويرجع يكتب كتابه عليكي تاني عشان يخلصنا من عارك. بص كان لشريف بصدمه ولقيته بيبصلها بنظرات خبيثه. بص كان لوالدها بدموع ماليه عينيها بكثره: وانا مستحيل ارجع لشريف تاني يا بابا، ولو جبرتني صدقني هموت نفسي وقدام عينك انت والكل عشان تشوف العار اللي بجد يا والدي. وسابتهم كان باختناق ودخلت اوضتها، قفلت الباب عليها بغضب وقعدت على طرف السرير تعيط بحرقه وهي حاطه ايديها على بطنها. وبعد مرور اسبوعين كانت افنان قاعده على الكرسي بدموع وهي بتتابع تتزين الحديقه لحفل خطوبه سيف وطارة اللي قرروا يحتفلوا بيه في فيلا الألفي. وقالت بخنقه: خلاص يا سيف هتتجوز؟ يا الحكايه اللي انتهت من قبل ما تبتدي. كل ما اقول الدنيا ضحكت لي الاقي قلم جامد نزل على وشي ويقول لي فوقي، الفرحه مش ليكي، انت ليكي التعاسه وبس. مش مكتوب ليا افرح زي كل البنات، حتى مش مكتوب ليا اكون مع اي حد بحبه، دايما بفقد كل اللي بحبهم. وفضلت افنان تعيط بحرقه. فدخلت لها مدام عنايات وهي بتحمل شويه اكياس وضعتهم على الفراش وبصت لها بشفقه لافنان وهي بقالها اسبوعين بنفس الحاله دي ومحدش فاهم الكسره غير صاحبها. وقالت مدام عنايات: انت كويسه يا بنتي؟ هزت افنان راسها بحاول، بس اكيد هعرف اكون كويسه يا مدام عنايات برغم اني متعوده على الكسره، بس لسه بتوجع لما بتكسر. طبطبت عليها مدام عنايات بحزن: انا معرفش ايه اللي كسرك للدرجه دي، لكن كل شيء ليه حل يا بنتي، قولي بس يا رب. افنان بتنهيده عميقه: يا رب. مدام عنايات بابتسامه: انا جبتلك الحاجات دي عشان الحفله، عاصم بيه بعتهم ليكي تحضري نفسك وبيقولك هو منتظرك على الغدا، هو وادم بيه وامينه في الجنينه. افنان بتعب: والله ماليش نفسي اكل حاجه يا مدام عنايات، روحي قولي له اي حاجه، يعني مثلا نايمه او تعبانه. معلش يا مدام عنايات.
مدام عنايات بتنهيدة: ماشي يا بنتي. وسابتها مدام عنايات وخرجت. بصت أفنان بحزن للحاجة وقامت فتحت حافظة الفستان اللي هتلبسه، وبرغم من جمال الفستان لكن سابته أفنان بإهمال، ونامت على السرير بدموع غصب عنها بتنزل وهي صعبانة عليها نفسها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة. وما تنسوش اللايك للقصة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل حلقة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.